I think you were gonna cut me up and sink me to the bottom of the lake. تخيل تقضي اجازه مع شريك حياتك في كوخ معزول وانتوا الاتنين بتخططوا في نفس اللحظه ازاي تقتلوا بعض وتخلصوا من الجثه. اللعبه النفسيه دي هي مجرد بدايه في قائمه الافلام اللي مرشحها لك النهارده. في الفيديو ده انا جايب لك اقوى 10 افلام جديده لسه نازله اونلاين وباعلى جوده. انا مصطفى روبي ودي قناه رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدا. رقم 10 The Magic Faraway Tree. Just have this feeling that it might be kind of amazing. There is no way I'm going down that. في المركز العاشر بندخل عالم الفانتازيا الساحر مع النجم أندرو جارفيلد. عيلة بتتنقل عشان تعيش في الريف، والأطفال هناك بيكتشفوا بالصدفة شجرة سحرية عملاقة ساكن فيها شخصيات غريبة ومجنونة. الشجرة دي مش عادية، دي بتنقلهم لعوالم خيالية وفانتازيا مبهجة. الفيلم ده تجمع عائلي بامتياز وفيه كمية مؤثرات بصرية وألوانها تفصلك تماما وتفكرك بكلاسيكيات السينما الساحرة. رقم 9 توم كلانسي's جاك رايان جوست وور. Are you kidding me? It's good to see you. God, I missed this. Missed what? Clean out in the field. Don't look directly at me. Sorry. لعشاق المخابرات والأكشن جون كراسينسكي بيرجع تاني في دور جاك راين في مهمة من أظلم وأخطر مهماته. جاك بيتحد مع عملاء CIA عشان يواجهوا شبكة خيانة مرعبة من عدو خفي كأنه قاري أفكارهم وعارف خطوتهم الجاية قبل ما يعملوها. الفيلم مليان مطاردات وذكاء مخابراتي وصراع مع ماضي كان جاك فاكر إنه اتدفن خلاص. رقم 8 ستيل هوب. Why'd you park so far away? Where am I? I want to go home. Your old life is dead. But he heals in their own way. It's your heart. You get to choose. دراما وإثارة بتحكي عن بنت مراهقة بيتم خطفها وبتدخل في عالم الإتجار بالبشر الأسود والقذر، وبتفضل عايشة في الأسر والكابوس ده لسنين طويلة لدرجة إن أهلها بيفقدوا الأمل تماما. بس فجأة وبمساعدة شخص غريب ومجهول بتنجح إنها تهرب وترجع لبيتها. الفيلم مش مجرد إثارة، ده بيوريك الصراع النفسي الرهيب للبنت وأهلها عشان يتعاملوا مع الصدمة والواقع الجديد بعد سنين الضياع. رقم 7 ماذر ماري. So, you've come calling back to me. I didn't know where else to go. I didn't mean to cut you out. Oh, you did. You can't really hate me. Oh, yes, I can. النجمة أنا هساواي في دور تقيل ومختلف تماما. الفيلم بيحكي عن نجمة بوب مشهورة جدا وعلى أعتاب حفلة العودة الكبيرة بتاعتها اللي هتقلب الدنيا بتتقابل تاني مع أعز صديقة ليها ومصممة أزيائها السابقة اللي كانت مقاطعاها. المقابلة دي بتفتح جروح قديمة وأسرار مدفونة من الماضي كانت مستخبية ورا أضواء الشهرة والنجاح. الفيلم دراما نفسية وموسيقية فخمة جدا وهتخليك مشدود مع كل حوار. رقم 6 فيوز. We're on. قنبلة ما انفجرتش من أيام الحرب العالمية التانية بيتم اكتشافها فجأة في موقع بناء حيوي وزحمة جدا في وسط لندن. في ثواني الدنيا بتقلب فوضى والجيش والشرطة بيبدأوا عملية إخلاء جماعي مرعبة للناس ضد عقارب الساعة اللي بتجري. وفي وسط الكارثة دي في لعبة تانية خالص بتحصل ورا الستارة. الفيلم بطولة أرون تايلور جونسون وسيو جيمس وبيقدم جرعة أكشن وحبس أنفاس من أول دقيقة لآخر دقيقة. رقم 5 Is God Is. Not as crazy as setting your wife on fire in front of your kids, then abandoning them. We ain't killers. How we gonna live with ourselves if we do this? You in trouble? Chuck Hall's got your back. Fire burnt his house down.
It was born for birth. اختين توأم بيبدأوا رحلة ملحمية وعنيفة جدا عشان ياخدوا حقهم وينتقموا من تاريخ عائلي اسود دمر حياتهم. الفيلم ده واخد خط سينمائي جريء وقوي جدا وبيقدم قصة الانتقام بشكل سريالي وعنيف، وهيوريك لأي مدى ممكن يوصل الغضب البشري لما الروابط العائلية تتحول للعنة. رقم 4 هوكم. لعشاق الرعب القوتي النفسي، كاتب رعبي بيروح فندق ايرلندي قديم ومعزول عشان ينفذ وصية اهله ويرمي الرماد بتاعهم هناك، وهو فاكر انها رحلة هادية لتوديع الماضي. بيكتشف ان المكان ده مستخبي فيه سر ملعون، وتصرفات الناس بتقول ان الفندق مسكون بساحرة قديمة مش هترحم اي حد يدخل ارضها. الفيلم من اخراج داميان ماكارسي وبيبني جو كتمة ونبرة رعب بطيئة هتقشعر جسمك. رقم 3 ايرون لونج. Beginning the descent. Cruising depth in roughly 2 minutes. Stand by. I ask myself that very same question. Us left to be throwing lives away, but there is too much at stake not to take calculated risks. Eden doesn't understand that. You don't understand that. الفيلم ده حدث سينمائي فعلا من اخراجه وبطولة نجم اليوتيوب الاسطوري مارك بلاير. في مستقبل مرعب بعد اختفاء الكواكب والنجوم، سجين بيتم ارساله في مهمة انتحارية جوه غواصة صغيرة ومقفولة اسمها الرئة الحديدية عشان يستكشف محيط من الدم على قمر مهجور. الفيلم رعب نفسي وخانق لأبعد حدود. تخيل نفسك جوه علبة حديد تحت محيط دم ومفيش اي شباك تشوف منه بره. كتمة النفس والرعب النفسي في الفيلم ده هتخليك مش عارف تاخد نفسك. رقم 2 Over Your Dead Body. Which feels even more dangerous. I think you were gonna cut me up and sink me to the bottom of the lake. I will give you $1 million. Shoot him in the fucking face. Oh. علاقة زوجية ميتة وخربانة لأبعد ليفل. زوج وزوجة بيقرروا ياخدوا بعض ويروحوا يقضوا أجازة في كوخ معزول وسط الغابات عشان يصلحوا علاقتهم، بس ده اللي كان باين من بره، لكن الحقيقة إن كل واحد فيهم واخد التاني هناك وهو بيخطط في سره إزاي هيقتله ويخلص منه. الفيلم ميكس غريب وممتع بين الكوميديا السوداء والإثارة، واللعبة النفسية والمطاردة اللي هتحصل بينهم في الكوخ هتخليك مستمتع لأبعد حدود ومتوتر في نفس الوقت. رقم 1 In the Grey. Their way. Love the shirt. It's silk. Of course it is. I just told you. It's silk. Roll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box. They work between the moral and the immoral. The black and the white. وفي المركز الاول العبقري جاي ريتشي بيرجع بقنبله اكشن واثاره ومعاه 2 مفضلين عندي، هنري كيفل وجاك جيلنهال. فريق سر ان النخبه عايشين في الضلمه بيتم تكليفهم بمهمه مستحيله، استعاده ثروه ب1 مليار دولار سرقها دكتاتور مجنون. المهمه اللي كانت المفروض تكون سرقه سريعه بتقلب بحرب شوارع مفتوحه ولعبه بقاء على قيد الحياه. حوارات جاي ريتشي مع اكشن هنري كيفل وجاك جيلنهال مخليه الفيلم ده له متعه بصريه واكشن مش هتشوف زيه تاني. ودي كانت نهاية الفيديو لأقوى 10 أفلام جديدة نزلت أونلاين بجودة عالية. اعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو بتحب النوع ده من الفيديوهات اشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد عن السينما والأفلام أول بأول. أشوفكوا على خير.